أهلا بكم في هذه الأمسية الطيبة الكريمة. وكما عودنا مركز الحوار أن يقدم دائما أفكارا جديدة ورؤى جديدة، ويناقش القضايا التي تهم هذه الأمة، وخاصة القضايا المتعلقة بحياة المواطن. ومن هنا كانت هذه الندوة. وقبل أن نبدأ هذه الندوة نستمع إلى كلمة من الأستاذ حسين محمد إبراهيم، عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة حوار، فليبدأ مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أيها الحضور الكريم، باسمي ونيابة عن زملائي في مركز حوار للتنمية والإعلام، نرحب بالأستاذ الكبير أحمد السيد النجار. كما نرحب بحضراتكم جميعا في حلقاتنا الحوارية عن اقتصاد مصر بين الأمس والغد في ضوء بيان الحكومة. ومما لا شك فيه أن الاقتصاد المصري يمر منذ سنوات عديدة بأزمة عمقتها الحرب الأمريكية على العراق الشقيق. ولكن برغم من ذلك كله رأينا بيان الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء وهو يعرض بيان حكومته أمام مجلس الشعب كسائر البيانات الثلاثة اللي أنا حضرتهم، متفائلا، بل إن لم تكن الذاكرة فقد ذكر في بيان الحكومة أن معدل النمو وصل إلى 4.2%. لذلك تحير الكثير من أمثال من غير المتخصصين في الاقتصاد وهم يستمعون إلى تلك الأرقام، بأن الواقع يقول أن الجنيه المصري لا يزال يواصل تراجعه، وأنه بالرغم من تحرير سعر الصرف في يناير الماضي إلا أن الدولار لا يزال له أكثر من سعر في السوق. وقبل ذلك وبعد ذلك رجل الشارع وغير عدم السيطرة على أسعار السلع الأساسية، وأمور كثيرة الحقيقة لا أريد أن أطيل لأننا جميعا في شوق إلى أن نستمع إلى الأستاذ أحمد السيد النجار. أكرر ترحيبي بالأستاذ أحمد السيد النجار وبحضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. لا شك أننا جميعا نعيش في سفينة واحدة، سفينة هذا الوطن. هذه السفينة لو لا قدر الله أصيبت بأي خلل أو أصيبت بأي شيء فلن ينجو أحد، لا الذين يعيشون في الأدوار العليا ولا الذين يعيشون في الأدوار السفلى. فنحن نعيش في سفينة هذا الوطن ونتعرض لما يتعرض له الجميع. وعندما نناقش الحالة الاقتصادية فإنما نناقشها في ضوء أداء هذه الحكومة. فإذا كان أداء هذه الحكومة أداء موفقا فهذا بالضرورة سينعكس علينا جميعا وسنشعر به وسيشعر به المواطن. أما إذا كان أداء الحكومة أداء ضعيفا أو أداء فاشلا فلا شك أننا سندفع الثمن جميعا. عندما نناقش الحالة الاقتصادية عادة ننظر إلى مؤشر، المفروض أن نرى مؤشر طبيعي لمناقشة هذه الحالة. وعندما نبحث عن هذا المؤشر نجد أن بيان الحكومة التي تقول أمام مجلس الشعب المفروض أنه هو تعبير عن حالة هذا الأداء. ولكن للأسف الشديد عندما نسمع بيان الحكومة أو عندما نسمع رئيس الحكومة فإننا نشعر أنه يتحدث عن الاقتصاد الأمريكي أو اقتصاد السوق الأوروبي، وليس الاقتصاد المصري الذي يمر بكبوات ويمر بأزمات نستشعرها جميعا ويحسها المواطن الذي يعيش حالة من الغلاء الفاحش. لا نعرف هل سبب هذا الغلاء هي الحكومة أم نحن. أنا أعتقد أن الذي ممكن يجيب عن هذا السؤال الأخ والزميل والأستاذ الدكتور أحمد النجار، الكاتب البارز والاقتصادي المتميز، فنرجو أن نسمع منه تحليلا للحالة الاقتصادية وموضوعنا اليوم الاقتصاد المصري بين الأمس والغد في ضوء بيان الحكومة.
وعندما ينتهي من كلمته الذي يريد أن يعني يقدم مداخلة أو يقدم سؤالا أو تعليقا يعني يمكن أن يبعث بورقة إلى المنصة وكل سيأخذ دوره. فنبدأ مع الأخ والزميل والصديق الأستاذ أحمد النجار، فليتفضل مشكورا. في البداية الحقيقة أنا يعني أحب أعبر عن سعادتي الحقيقية في إن أنا موجود بيكم عشان نتناقش حوالين حاجة بتهمنا كلنا اللي هي وضع الاقتصاد المصري، اللي هو في النهاية أي اقتصاد في الدنيا نتيجة أدائه هي في الحقيقة بتنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة البشر وعلى قدرة هذا الاقتصاد على إنه يكون له وضع قوي في الساحة الدولية وبيبقى قادر على أنه يقيم علاقات قائمة على التبادل المتكافئ والعادل والذي ينم بصورة أو بأخرى عن أن هذه أمة في الحقيقة قوية وقادرة على ولديها ما تعطيه للعالم ولديها أيضا أو من حقها أيضا أن تأخذ من هذا العالم. الحقيقة عادة في مصر يلقى بين الحكومة وفي العام التالي ينسى أو تراهن الحكومة على أن المواطنين نسوا ماذا قدمت الحكومة من وعود في بيانها السابق، وبالتالي تتحدث وكأنه لا شيء تتحدث عن ما حدث في الواقع ببياناتها الخاصة أيضا وليست الحقيقية في غالبية الأحيان. الحقيقة كان في عادة بيبقى بنتحدث عن مشاكل في البيانات الخاصة بالاقتصاد المصري. في هذه السنة أو في هذا البيان السيد رئيس الوزراء قال إن إحنا ما عندناش مشكلة مختلفة عن العالم. العالم بقى له 6 سنين متوسط معدل النمو فيه 2%. هذا غير صحيح على الإطلاق. البيانات موجودة بالنسبة الجهة اللي بتصدر البيانات عن الاقتصاد العالمي اسمه المصري الدولي، هي البنك الدولي. متوسط معدل النمو السنوي للاقتصاد العالمي 3.3% سنويا في ال6 سنوات الأخيرة. وجزء أساسي من هذا التراجع من إنه حتى هذا المعدل مش مرتفع يعني مرتبط بالسياسات اليمينية المتطرفة للحكومة الأمريكية أو للإدارة الأمريكية الحالية وتأثيرات أحداث 11 سبتمبر على الاقتصاد الأمريكي. أيضا الدول النامية اللي احنا المفترض ان احنا جزء منها متوسط معدل النمو السنوي في الدول النامية 4.5% سنويا. إذا استخدام فكرة أن النمو الاقتصادي العالمي منخفض لتبرير الأداء الاقتصادي السيء في مصر غير مقبول إطلاقا لأنه قائم على بيانات مزيفة. والغريب أن احنا نزيف للعالم يعني ما بيحصلش في أي دولة في الدنيا. أنت بياناتك أنت حر فيها بتفعل الكثير فيها ولديك في الداخل قوة أخرى تقدر تقول أن هذه البيانات خطأ أو صح، لكن البيانات العالمية عالمية مش بتاعتي. فده في الحقيقة يعني ابتكار جديد يعني. بالنسبة لمعدلات النمو في مصر في السنوات الأخيرة في سنة 2002 كان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي وفقا للبيانات الحكومية التي تم تسليمها لصندوق النقد الدولي يعني مش من عنده 2%. المعدل النمو في سنة 2003 2.8%. هو طبعا كان زي ما سيدنا ذكر كان قال ان هو النمو في مصر 4.10 مش علاقه بالواقع. النمو في سنه 2003 2.8%. الحاجه الثانيه ان هو كان الوعد في بيان الحكومه السابق ان النمو في عام 2003 سيكون 5%. طبعا ما جاش سيرته يعني في هذا البيان ما جاش سيره الوعد السابق في بيان الحكومه السابق. طب ايه سبب الازمه؟ يعني عاده اي ازمه اقتصاديه في الدنيا يعني الملمح الرئيسي لاي ازمه هو بيتجسد في المؤشرات الرئيسيه لاداء الاقتصاد وبالذات معدل النمو. ايه السبب في الازمه بالنسبه لمصر؟ الحقيقه ان احنا عندنا مشكله في الراسماليه المصريه بشقيها، البيروقراطي اللي هو ما يسموه راسماليه الدوله، وهو في الحقيقه راسماليه الدوله هم في خلط بين المفهومين. راسماليه الدوله مع الوقت اللي هي المفترض ان هم البيروقراطيين الكبار اللي بيقودوا القطاع العام وبيحصلوا على امتيازات خاصه نتيجه قيادتهم للقطاع العام، مع الوقت بيتحلل حتميا الى اسوأ وافسد اشكال الراسماليه اللي هو الراسماليه البيروقراطيه اللي هي بتحول هذه الملكيه العامه الى مجال للنفع الخاص لهذه القيادات، بتنهب أصل عام لمصلحة خاصة.
وأيضا حتى عندما بيتم بيعه أو غيره بيتم أيضا عمليات فساد كبرى على هذا والتقديرات العالمية إنه بيع أصل عام واحد في أي مكان في العالم من ألمانيا لمصر بيساوي عملية فساد كبيرة في العالم. فالحقيقة أن الرأسمالية المقصودة بشقها البيروقراطي والتقليدي تنزع دائما إلى أنها تريد تحقيق أرباح احتكارية مرتفعة للغاية، تعودت على أنها تعمل خلف أسوار عالية جدا من الحماية الجمركية اللي تستغل فيها المستهلك المحلي إلى أقصى حد بدون منافسة من الخارج، لأن في أسوار حماية جمركية عالية جدا، وكان بيحميها من اليمين إلى اليسار. اليسار بدعوى حماية المنتج الوطني، أيضا نفس المسألة بالنسبة لليمين هو هذه الرأسمالية دعها تنمو خلف أسوار الحماية لفترة وبعد ذلك يفتح السوق. فبحماية من الطرفين نمت هذه النزعة اللي هي بتحقيق أرباح احتكارية، والأزمة الاقتصادية بدأت في مصر من أكثر القطاعات اللي هو بينزع لتحقيق أرباح احتكارية اللي هو قطاع العقارات. في قطاع العقارات الأرباح تبدأ من 100%. الأرباح تبدأ من 100%. المعدل الربح العالمي المتعارف عليه هو سعر الإقراض زائد 5%. ده بيبقى معدل ربح معتدل بيؤدي إلى توسيع شريحة المستهلكين المحتملين للسلعة أو الخدمة اللي أنت بتنتجها، يعني بيؤدي لتوسيع السوق، بيؤدي لإحداث تنمية لهذا السوق، تحفز استثمارات جديدة تؤدي لخلق ما يسمى لدى الاقتصاديين بمضاعف النمو أو بمضاعف الاستثمار اللي هو بيؤدي لتحقيق النمو. بيحصل عندنا أرباح احتكارية بتضيق الشريحة اللي ممكن تستهلك السلعة والخدمة اللي أنا بنتجها، يعني ببيعها بسعر مرتفع. فده في الحقيقة عنصر رئيسي وجوهري لأنه قدم هذه الرأسمالية، فكرة تحقيق الأرباح الاحتكارية. الجانب الثاني كان أن الاهتمام في مصر اللي هو منح الائتمان فترة 96-97 كان معدلات النمو فيها عالية جدا، منح القروض من الجهاز المصرفي لرجال الأعمال أعلى كثيرا من معدلات زيادة الودائع، فحصل ما يسمى بأزمة السيولة. الحاجة الثالثة ان الحكومة نفسها مسؤولة عن الأزمة بأنها بالفعل تتأخر في سداد مستحقات المقاولين والمواطنين لديها، تخلق مشكلة أخرى. الجانب الثاني خاص بمسألة الإنفاق العام. الإنفاق العام مكرس بصورة أساسية للبنية الأساسية، الإنفاق على الدفاع، الإنفاق على الأمن، الإنفاق بيتناقص موضوعيا على الصحة والتعليم كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. فهذا الإنفاق إذا لم تكن هناك طبقة رأسمالية تستطيع توظيف هذه البنية الأساسية من خلال إنشاء مشروعات إنتاجية بيبقى إهدار. يعني البنية الأساسية لأنها تتقادم وتتهالك مع الوقت، وبالتالي أنا بعمل نوع من الإهدار إذا ما أدركتش طبيعة الطبقة الرأسمالية اللي عندي وهتقدر تعمل إيه. هي بالفعل حجم المشروعات الاستثمارية اللي عملتها محدود جدا بالمقارنة بحجم الإنفاق على البنية الأساسية في مصر، فده جعل جزء كبير من هذا الإنفاق في الحقيقة في نوع من الإهدار، وكان الأفضل أن يتم توجيهه لبناء مشروعات إنتاجية تلبي الاحتياجات الاجتماعية من السلع والخدمات، تقوم بتشغيل عدد كبير من العاملين، وفي نفس الوقت إذا كانت الدولة مصرة على أن النظام الاقتصادي نظام حر تقوم ببيعها بس من غير فساد. وده لا يمكن أن يتحقق إلا في نظام ديمقراطي كامل يتم تداول السلطة فيه. وآلية تداول السلطة هي إعادة المادة الدستورية اللي كان يكون رئيس الجمهورية كانت موجودة في الدستور 71. رئيس الجمهورية فترتين فقط لا يحق له بعدهم الترشح. حتى في هذا الإطار سيتم تداول السلطة ولو في إطار الحزب الحاكم، ده نفسه مفيد. يعني حتى لو الحزب الحاكم محتكر للسلطة لكن تداول السلطة فيه مفيد. إضافة لإلغاء نظام الاستفتاء، فكرة انتخاب حر مباشر، الرئيس مع كل السلطات لازم ينتخب بشكل حر مباشر، مش حاجة اسمها استفتاء. والحريات الديمقراطية الأخرى المتعلقة بحق تكوين حرية تكوين تشكيل الأحزاب بدون قيود بوليسية، حرية أو حقوق الإضراب لاعتصام التظاهر السلمي بدون قيود بوليسية. كل الأمور دي في الحقيقة يعني دي ملامح النظام الديمقراطي اللي ممكن بالفعل يعمل رقابة حقيقية على عمليات إنشاء وبيع مشروعات عامة، والدولة في هذه الحالة تعمل وفقا لما نسميه بالدولة المقاومة. ما يكونش مشروعات القطاع الخاص ما عندوش القدرة على المخاطرة وإنشائها وتبيعها له بعد ما تبان إنها ناجحة يعني، لكن تبيعها له بالسعر الحقيقي مقاوم.
أيضا في الحقيقة في جزء مهم في أزمة الاقتصادية في مصر الفترة الأخيرة متعلق بسياسة الخصخصة. الخصخصة ابتكرت في الدول الصناعية المتقدمة لأن لديها فائض هائل في رأس المال ويتدفق عليها فوائد من بلدان أخرى، من بلدان النفط ومن الفوائد التجارية من بلدان شرق وجنوب شرق آسيا. فكانت في أزمة عند أكبر مركزين رأسماليين مستقبلين رؤوس الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وبريطانيا رغم أن هي مركزها أو حجم ناتجها المحلي الإجمالي تدهور وأصبح يعني الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، فرنسا، ثم كانت إيطاليا، ثم بريطانيا. حاليا بريطانيا فقط قفزت أمام إيطاليا، لكنها ما زالت حتى الآن ثاني أهم مركز مالي في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة أن كل المستعمرات القديمة بتاعتها ما زالت مرتبطة بتحويل رؤوس الأموال إليه. فهذه المركزية لديهم فائض في رؤوس الأموال، وكان عندهم مشكلة حقيقية في أن هذه الأموال تتحول إلى قوة جامحة في أسواق العملات وأسواق رأس المال أو البورصات. فأرادت تقييد هذه الأموال بأصول ثابتة، فتم بيع جزء كبير من القطاع العام في هذه البلدان لتقييد أموال جامحة وفائضة. واقترح هذا الأمر من صندوق النقد الدولي ومن بنك الدولة على الدول النامية حتى يتم تقييد هذه الأموال أيضا بأصول من العالم الثالث، وعصفورين بحجر، تقييد أصول جامحة بدل ما تثير الاضطراب في البورصات الغربية، وأيضا شراء أصول العالم الثالث. الحقيقة ده كان العوامل الأساسية اللي دفعت لصعود سياسة الخصخصة في الغرب. عندنا في مصر السياسة ما لهاش مبرر، أنا ما عنديش فائض في رؤوس الأموال وما عنديش أموال بتتدفق عليها مش عارف أوديها فين. فاللي حصل إن هو أنت لما عملت سياسة الخصخصة إيه اللي حصل بالظبط؟ رجال الأعمال اقترضوا من البنوك عشان يشتروا الأصول القائمة فعلا. إذا هو اقترض، كان المفترض هيقترض ويمول بناء أصل إنتاج جديد فيعمل نمو، أو استثمارات جديدة تعمل نمو، إنما اقترض واشترى أصل قائم فعلا فلم يحدث أي نمو في الاقتصاد. فهي السياسة قطعت الطريق على استثمارات محتملة، لأن هذه الأموال التي كانت سيقترضها القطاع الخاص أو رجال الأعمال كانت ستوجه إلى بناء أصول إنتاجية جديدة أو استثمارات جديدة، هي كرست لشراء أصول قائمة، وبالتالي قطعت الطريق على نمو محتمل في الاقتصاد. أيضا هناك الفساد في مصر استشرى ووصل لمستويات مذهلة. هذا الأمر لا يشجع على قيام استثمارات جديدة، خصوصا إذا ارتبط الفساد بإساءة استخدام النفوذ السياسي من أجل الحصول على امتيازات خاصة في مجال الأعمال. فتجد أن الدولة لا تعامل المستثمرين على قدم المساواة، تمنح أحدهم قطعة من الأرض، قطعة هائلة من الأرض في مكان متميز، يتحول من مجرد رجل أعمال صغير أو متوسط إلى ملياردير فجأة وبخبطة واحدة، دول ما نسميهم عيال الدولة يعني. وفي الحقيقة ده عدد مش قليل. في جزء ثاني في الرأسمالية المصرية مرتبط بأول نقطة منها اللي هي الأرباح الاحتكارية، إن جزء كبير من بنية الرأسمالية المصرية للأسف قادم من عالم الاقتصاد الأسود بثقافة الخبطة السائدة في هذا الاقتصاد الأسود. ليه؟ في فترة الستينات لما حكومة 52 عملت تأمينات، اللي حصل إنه تم القضاء على الطبقة الرأسمالية الكبيرة العاملة في الاقتصاد الشرعي. لكن الطبقة الرأسمالية العاملة في الاقتصاد الأسود هي بره سيطرة الدولة أصلا، فضلت موجودة، اللي هي في المخدرات والأعمال المنافية للآداب وتجارة الآثار وتجارة العملة والأعمال الأخرى غير القانونية. هذه الفئة ظلت موجودة لأنها خارج سيطرة الدولة. عندما بدأ الانفتاح الاقتصادي في السبعينات، الطبقة التي كانت جاهزة بالفعل لبناء استثمارات أو غيره كانت هي المستثمرين القادمين من عالم الاقتصاد. ولذلك حتى الآن جزء أساسي من الطبقة الرأسمالية المصرية قادم من هذا الاقتصاد ويحمل ثقافته اللي هي ثقافة الخبطة، اللي هي فعلا ما تقدرش تبني سوق ولا تقدر تعمل توسيع لنطاق الاقتصاد. الجانب الثاني في مشكلة النمو في الاقتصاد المصري، مشكلة الاقتصاد المصري عموما من سنوات طويلة، هي التدني الشديد جدا لمعدلات الادخار والاستثمار. الادخار في مصر واحد من أدنى معدلات الادخار في العالم. يعني وفقا لأحدث تقرير صدر عن البنك الدولي، احنا عندنا معدل الادخار 11.4%، وده بالنسبة نفس الرقم اللي الحكومة قايلاه في البيانات الرسمية اللي احنا بنشوفها. مثلا هو لو كان هو ما قالش حاجة عنه يعني الحقيقة ده 11.4%، عالميا 24%.
النسبة في المتوسط العالمي 24%، بتصل لمستوى 47% في ماليزيا، حوالي 45% في الصين، في فوق 35 في أغلب بلدان شرق وجنوب شرق آسيا. إذا إحنا من أدنى بلدان العالم في الادخار، ولما بيضاف على الادخار المحلي تحويلات العاملين في الخارج، بيبقى معدل الادخار القومي حوالي 14.9%، وأيضا يبقى متدني للغاية. ده معناه وانا عايز اعمل معدل استثمار مرتفع عشان اعمل معدل نمو 5% لازم اعمل معدل استثمار 30%. فانا عندي معدل استثمار بيتراوح حوالين 18%، و18% معدل الاستثمار بيبقى مكون من جزئين، اللي هي الاستثمارات الجديدة اللي تم بنائها والزيادة في المخزون. الزيادة في المخزون أساسا لا يمكن اعتبارها، يعني هو المعدل الحقيقي بيسمى معدل تكوين رأس المال، مش معدل الاستثمار. يعني معدل الاستثمار عندنا 18%، ده زائد في نسبة. ليه؟ لأنه بيشمل المخزون ده تعبير عن ركود اقتصادي. فهو أنا لو شلت دول، معدل الاستثمار الحقيقة اللي هو بيسمى معدل تكوين رأس المال حوالي 15%. فده معدل لا يمكن يحقق نمو اقتصادي لا متوسط ولا جيد ولا سريع. هو آخره إنه يعمل هذا النمو البطيء جدا أو يصل بنا للركود في لحظة من اللحظات. وبالتالي أي سياسة ترغب في تغيير هذا الواقع لابد أن تعمل على تغيير معدل الادخار المتدني جدا ومعدل الاستثمار المتدني عنه. معدل الادخار المعني به الطبقة العليا والدولة، لأنه مش هيطلب من الفقراء منها يدخروا، هو مدخلين ما بيكفيش أساسا احتياجات الحياتية. نتيجة الوضع اللي تحدثنا عنه بالنسبة لمعدل النمو، فمعدل البطالة مرتبط، يعني هو أحد أقرب المعدلات لمعدل النمو أو المرتبط بارتباط وثيق هو معدل البطالة. لأن كل ما يبقى عندك استثمارات جديدة ونمو في الاقتصاد بتقدر تعمل تشغيل وتخفض معدل البطالة. العكس لو ما عنديش معدلات نمو قوية أو سريعة والبطالة بتتزايد. بيانات البطالة فيها يعني درجة عالية برضه من عدم الدقة. يعني حتى يعني تقرير البنك المركزي عن سنوات ماضية، يعني هو عن السنة الأخيرة بتقال ده من تقديرات مبدئية، لكن عن سنوات ماضية عندي عدد من التقارير من البنك المركزي بتعامل سنوات ماضية. كل تقرير له بيان عن نفس السنوات اللي هي ماضية ما هيش أخيرة. يعني لو أخيرة هو تقديرات مبدئية تعدل، إنما حتى عن سنوات ماضية في بيانات مختلفة. ده يعني إن في بيانات حقيقية، إن الموضوع بيان صنعي. يعني في مشكلة في البيانات بالنسبة للبطالة، لكن على أي الأحوال هم قالوا أخيرا إنها ارتفعت لحوالي 10%، 9.9% بالضبط. من العاطلين حوالي 2 مليون. الحقيقة من بيانات اللجنة العليا للتشغيل اللي بيرأسها الوزراء، العاطلين فعلا تقدر تجيب من بيانات هذه اللجنة 3.4 مليون، يعني أكثر من 17.5%، 17.6% بالضبط من قوة العمل. 3.4 مليون عاطل. ففي ظل هذا الوضع معدل البطالة في الآخر أنت بتتكلم عن تعطيل لعنصر من عناصر العمل، وعنصر ذو طابع إنساني. يعني ما هوش رأس المال، ما هوش الأرض، ده عنصر ذو طابع إنساني. ده بيعني في الحقيقة أن هذا العنصر الإنساني سيكون له رد فعل على بطالته، خصوصا ان انا ما عنديش نظام او آلية لإعانة العاطلين. بيتحول لعالة على أسرته، بيحدث من الانفجارات الأسرية الرهيبة اللي احنا بنسمع عنها او نقرأ عنها ونستغرب ازاي مصر الأسرة فيها متماسكة جدا بيحصل فيها المسائل دي. ده لازم تحصل، لأن بالفعل بيبقى في صراع على الميراث داخل الأسرة باعتباره الوسيلة الوحيدة للإعاشة لعدد من العاطلين. أيضا بتحصل صراعات بطرق أخرى جوهرها أن هناك عاطل وعالة على الأسرة أو عدد من العاطلين وعالة على الأسرة. الحقيقة هذا المعدل للبطالة لا يمكن أن يتغير إلا بتغير حالة النمو الاقتصادي. لا بد أن يكون نمو الازدهار الاقتصادي يستطيع أن يستوعب العاطلين الموجودين فعليا، ويستطيع أن يستوعب الداخلين الجدد لسوق العمل. بالقلب دوما ان هو طب الحكومة هتعمل ايه؟ في الحقيقة الحكومة سياسة الاقراض الموجودة اللي بيتم بناء عليها تمويل رجال الاعمال لانشاء استثمارات جديدة هي سياسة فاسدة، وهي اللي انتجت رجال الاعمال الهاربين باموال البنوك وغيرها.
لأن الأصل إن أنت بالفعل إذا مدرك إن المشروعات المتوسطة والصغيرة هي اللي بتقوم بالعنصر الرئيسي من تشغيل العمل. إحنا كل المشروعات الاستثمارية المنشأة وفق قانون الاستثمار من أول ما اتعمل لحد سنة 2001 شغال مليون بني آدم فقط. من أول ما اتعمل القانون لحد سنة 2001. إذن ال 18.5 مليون عامل اللي عندي اللي بيشتغلوا فعليا الجزء الأعظم منهم بيعمل في القطاع العام أيضا محدود. القطاع الحكومي ضخم نسبيا حوالي 5.5 مليون. القطاع العام أصبح محدود حوالي مليون. يبقى الجزء الباقي هو في الحقيقة في القطاع العائلي اللي هو المشروعات الصغيرة. إذا أنا لو عملت سياسة إقراض متحيزة للصغار والمتوسط المقترضين عملت حضانات قومية لتقديم دراسات الجدوى لمساعدة المشروعات على الحصول على القروض بشروط ميسرة، ضمان التسويق طويل الأجل، ربط المشروعات الصغيرة في حلقات حول مشروع كبير. ده في الحقيقة اللي ممكن يعمل دفعة للتشغيل والنمو في الاقتصاد في الوضع الحالي. وأنا مدرك تماما إن عندي طبقة أصلا مش هتنمو، لأن هي ممكن تلتحق بدورة نمو سريعة في شيء تماما. وعندي تجربة بقالي ربع قرن ما عملتهاش يعني. نيجي للجزء اللي هو طبعا كان الملمح الرئيسي سنة 2003 اللي هو الأزمة في سوق الصرف وارتفاع معدل التضخم في سنة 2002. الأزمة في سوق الصرف دائما سعر صرف أي عملة مرتبط بعدد من الحاجات. الموازين الخارجية لهذا البلد، أنا بحقق فائض في الميزان التجاري ولا عجز؟ فائض في ميزان تجارة السلع والخدمات ولا عجز؟ أنا سعر الفايدة الحقيقي على العملة بتاعتي إيه؟ يعني سعر الفايدة مخصوم منه سعر التضخم، لأن في الوقت طويل ظلت مصر سعر الفايدة فيها سلبي. تحط فلوسك تخسر في البنك مع أن الفايدة مثلا 9% ومعدل التضخم 20، أنا بخسر. الفترة الوحيدة اللي كان فيها سعر فايدة إيجابي اللي هي بدأ من سنة 91 لحد سنة 2000. بعد كده عاد مرة أخرى مسألة الفايدة. 2001 كانت المسألة فيها درجة من التعادل. العام 2003 بالتأكيد في فايدة سلبية. فالموازين الخارجية في مصر اللي هي المحدد الأساسي لسعر صرف العملة فيها عجز ضخم. البيانات الحكومية بتقول إن احنا العجز عندنا في الميزان التجاري حوالي 6.7 مليار دولار. البيانات الحكومية بنفسها بالنسبة للعجز التجاري فيها مشكلة. ليه؟ لأن هي بتقول إن احنا صادراتنا النفطية حوالي 3000 مليون دولار. لما تيجي تشوف احنا بننتج نفط قد ايه وبنستهلك قد ايه والباقي قد ايه وتجيب تحطه بناء على اعلى سعر برميل النفط تلاقيه اقل من نصف هذا الرقم. طب جاي منين؟ في تزوير واضح ما فيهوش فصل. الحل او التخريج اللي تقدر تصل ليها من تم التزوير ازاي ان الشركات النفطيه الاجنبيه العامله في مصر لها حصه الشريك الاجنبي من النفط، لانها بتصدر بيحسبوها صادرات مصريه. بعمرة ايه مش عارف يعني، دي مسألة غريبة جدا لكن ملهاش تفسير غير ده، لانه البنك المركزي بيقول الرقم ده والبنك الاهلي بيقول الرقم الحقيقي. يعني البنك الاهلي معتمدا على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بيقول ان الصادرات النفطية 1444 مليون دولار، في حين ان الصادرات النفطية وفقا البنك المركزي وصلت في سنة 2002-2003 لحوالي 3056 مليون دولار، وفي سنة 2002 عشان يبقى المقارنة مطابقة يعني 1444 في البنك الأهلي 2481 في البنك المركزي، ودول مصدرين رسميين. يعني حتى الصادرات نفسها البنك المركزي بيقول ان سنة 2002 كانت 7250 مليون دولار، البنك الاهلي بيقول 4573 مليون دولار، والبنك الاهلي مش من عنده، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اللي هو جهة الاحصاء الرئيسية في مصر. فده تناقض يعني تبدو واضح. ايضا الصادرات الامريكيه ما سمعناش ابدا ان مصر تجاوزت المليار دولار في الصادرات الامريكيه. البنك المركزي بيقول انها 3057 مليون دولار، 3 مليارات و1.1 تقريبا. البنك الاهلي بيقول انها 377 مليون دولار معتمدا على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. ده بيانات سنة 2002. إذن أنا عندي في اضطراب شديد في البيانات الخاصة بالموازين الخارجية، لكن حتى أسوأ بيان فيهم زي التزييف بيقول إن العجز 6.7 مليار دولار في الميزان التجاري. لكن في الحقيقة لو ضفت إليه
حوالي 2 مليار من مضروبون للحقيقة، الرقم يرتفع بمقدار 2 مليار دولار. هو قال حاجة دي من البيانات النادرة اللي قالها في البيان الأخير، قال إن إحنا الصادرات زادت 3.5 مليار دولار سنة 2003. الزيادة بس 3.5. هو فهي فعلا ارتفعت في سنة 2003 بسبب ريع المقاومة العراقية. العراقيين منعوا المقاومة العراقية، منعت الأمريكان من السيطرة على قطاع لا فضل لنا فيه ولا للسعودية ولا لأي دولة مصدرة للنفط. منعت الأمريكان من السيطرة على قطاع النفط العراقي حتى الآن لم يستعيدوا مستوى التصدير قبل الحرب ولا يرفعوه زي ما كانوا عايزين، اللي هي أكثر من 3.5 مليون في المدى القصير اللي هي أقل من سنة، و6 ملايين في حدود من 3 ل 5 سنوات، ويرفعوا 12 مليون في حدود 10 سنوات. ما قدروش يعملوا أي حاجة. حتى الآن هو الصادرات أقل من 1.5 مليون برميل يوميا. فده أدى إلى أن السوق العالمي بالفعل في حالة قلق واضطراب، أدى لارتفاع الأسعار لأعلى مستوى من سنة 84 حوالي 28 دولار للبرميل. فده الفايدة، ده السبب الرئيسي زيادة الصادرات المصرية بمقدار مليار دولار، مليار 1.1 بالظبط. أما 3.5 اللي قال عليها معرفش دي ولا منين. نعم. الميزان الدكتور عندنا ثابت، بس حد معلومات ان هو في الماينس الميزان الدكتور شغال في 98، لكن هو رجع تاني مرة ثانية لأنه بقى نقل. لكن هو فعلا سنة 98 كان سالب، ولدينا دي تناقض برضه. لو حسبت البنك المركزي هتلاقيه مختلف عن البنك الاهلي، واحد منهم يطلع فائض والثاني يطلع عجز. بس هو الأرجح إنه فعلا سنة العجز الحقيقية كانت سنة 1998، لكن رجع بقى في فائض بعد كده. فائض محدود، لكن في النهاية مفيش دولة محترمة هتعتمد على تصدير مادة خام أولية وهو ده مصدر النقد الأجنبي اللي ليها يعني. نيجي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، المفترض إن هو يعني الدولة إذا كانت في مشكلة في الاستثمار المحلي هي بتعتمد على إن يبقى في تدفقات استثمارية أجنبية من الخارج. هنلاقي ان تدفقات الاستثمار الاجنبي انهارت من 1235 مليون دولار سنة 2000 ل 510 سنة 2001، وتبدو انها ارتفعت سنة 2002 ل 647 مليون دولار، لكن منها 350 مليون دولار قيمة بيع شركة الأهرام للمشروبات وشركة فاميلي نيوتريشن لشركتين، واحدة هولندية والثانية فرنسية. ولو جمعتهم الاثنين ب 350 يبقى الاستثمارات اللي بجد يعني 350 مليون دولار. فالاستثمار الأجنبي دايما بيبقى عندنا تصور ليه ما بيجيش، بيبقى بجد تبدو الحكومة بمنتهى البراءة ليه بنعمل كل حاجة وما بيجيش ليه؟ لا هو مش هيجي، لأن في الحقيقة أنا عندي اقتصاد بطيء منه. هو هيجي ليه في اقتصاد بطيء منه؟ التصور إن الاستثمار الأجنبي هيجي عشان يعمل له دورة نمو اقتصادي سريع غير صحيح. هو بيجي يلتحق بدورة نمو اقتصادي سريع يحقق أرباح منه. أنا ما عملتش دورة النمو الاقتصادي السريع اعتمادا على قواعد ذاتية من الادخار المحلي والاستثمار المحلي مش ده. الحاجة الثانية إن أنا السوق مش منضبط في المواصفات القياسية للسلع. هيجي مستثمر أجنبي يبني مشروع بينتج على أساس هذه المواصفات القياسية، هيجي منتج آخر بينتج بدون مراعاة المواصفات وبأسعار أقل كثير، هو اللي هيبيع، والصاحب المواصفات القياسية هو اللي مش هيبيع. فممكن كمان هتبقى عنده أزمة لأن يعني السوق مش منضبط فيما يتعلق بالمواصفات القياسية. انتشار الفساد سيعني ان هو مش هيعامل على قدم المساواة مع المستثمرين الآخرين إذا لم يجد له طريق إلى الحصول على نفوذ سياسي يساعده على إنه يحصل على ما يحتاج إليه أو ما يريد. أيضا الشريك المحلي الكفء اللي بيعامل شريكه الأجنبي بشكل نزيه في مشكلة بسبب جزء كبير من الرأسمالية المصرية قادم من عالم الاقتصاد الأسود وثقافة الخطة، بيتعامل أيضا مع الشريك الأجنبي باعتباره خطة مش باعتباره شريك هيبني شيء يستمر طويلا. أيضا التهريب السلعي، لأن التهريب السلعي يعني إن السلعة بتيجي من بره رخيصة بالتهريب، ولو حد أنتج في الداخل وبيدفع الضرائب الجمركية وغيره هيضطر يجيب أسعار أعلى، هيخسر طالما في تهريب سلعي. وإحنا عندنا تهريب سلعي بيصل في بعض الأعوام ل 4 مليارات دولار. في أيضا وجود احتكار في بعض المجالات، ده بيسبب مشكلة في الحقيقة يعني لأي مستثمر أجنبي بيفكر إنه يستثمر في مجال صناعة محددة إذا
رأى أن هناك مستثمر محلي بيتمتع بوضع احتكاري أو بسيطرة مرتبطة بنفوذ سياسي في مجال إنتاج هذه السلع، فبياخدها من قصرها وهيجي ليه يعني. الحقيقة الجزء اللي بعد كده خاص بمسألة الدين المحلي. الحكومة في الفترة اللي فاتت كل الإنفاق العام معتمد بصورة أو بأخرى تمويله في جزء مش قليل على الديون، الاقتراض من المجتمع من خلال السندات وأذون الخزانة، وأيضا وده الجديد من خلال إصدار المكتوب بدون رصيد أو بدون بطاقة إنتاج. احنا عندنا الديون المحلية وصلت 372 مليار دولار. 372 مليار عفوا مليار جنيه مش دولار، مليار جنيه. ده رقم مذهل. يعني هذا الرقم اللي هو أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي ده وصل حد الخطر أو تجاوز حدود، يعني فعلا ده وضع خطر غير آمن إطلاقا. 372 مليار جنيه يعني أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي. فلا بد من وقفة. الحكومة تعتمد على ان هي بتعمل هذه الديون، واللي هيضطر او هيبقى بالفعل ملزم بسدودها هي الحكومات القادمة، زي ما بتبيع اللي صنعته الاجيال السابقة اللي هو بالخصخصة. يعني هي بتعتمد على حاجتين، بتاخد اللي فات وبتصدر على اللي جاي. يعني باخد اللي فات بانها ببيع اصول بناتها اجيال سابقة، وبصدر على اللي جاي بان انا بعمل ديون محلية هتقيد اي حكومة واي اجيال قادمة. ففي مشكلة حقيقية في الديون المحلية وبتهدد بانفجار التضخم، لان ده معناه ان انا عندي كم من الاموال في ايد هذه الحكومة، سواء حصلت عليها في اذون الخزانة او السندات او من خلال اصدار اوراق بدون غطاء انتاجي، وبتنزل للسوق بصورة او باخرى تتحول لقوة شرائية. ده معناه انها ممكن تؤدي لانفجار التضخم. الحقيقة احنا كنا اتكلمنا عن العوامل المؤثرة في سعر الصرف، لكن ما قلناش نتائج اللي حصل في سوق الصرف. الحقيقة سوق الصرف في مصر لم يحدث فيه تحرير، والتحرير يعني ان انا قادر على بيع كل العملات الاجنبية اللي عندي في هذا السوق عند السعر السائد في السوق وفقا للقطاع العرض والطلب، وقادر ايضا على الشراء عند هذا السعر. اللي بيحصل ان انت تقدر تبيع زي ما انت عايز لكن تشتري لا. وعشان كده حصل ان بقى في سوقين، مفيش سوق حر اطلاقا في العالم، فيها سوقين، سوق رسمي وسوق سوداء. الاثر الرئيسي لأزمة سوق الصرف اللي هو ارتفاع اسعار كل السلع المستوردة. احنا بنستورد بحوالي 14.9 مليار دولار سلع في العالم. دي الواردات السلعية سنة 2002-2003. دي معناها ان ارتفع سعرها بنفس نسبة انخفاض الجنيه مقابل العملات الحرة الرئيسية اللي هو انخفض مقابل الدولار بأكثر من 25%، اليورو بحوالي 37.6%، الاسترليني بحوالي 32%، اليوم بحوالي 33%. إذا احسبها الجنيه المصري انخفض مقابل كل هذه العملات بهذه النسب، معناها ان السلع المستوردة من المنطقة الدولارية ارتفعت بنفس نسبة انخفاض الجنيه مقابل الدولار، من أوروبا بنفس نسبة انخفاض الجنيه مقابل اليورو وهكذا. فده يعني ان المدخل لمعدل التضخم من تأثيرات ارتفاع اسعار الواردات لم يقل عن 7%. الحكومة بتقول ان معدل التضخم 3%، كان 2.8 قبل كده وارتفع ل 3%. طبعا ده مستحيل. المدخل فقط من التغير في سعر صرف الجنيه بيتراوح بين 6 و7% كمعدل تضخم. يضاف اليها التضخم المحلي المرتبط بموجب ارتفاع اسعار السلع المحليه اللي هو ممكن يبقى في حدود تقارب هذا الرقم بصورة أو بأخرى. أنا عندي معدل تضخم لا يمكن أن يكون لا 3% ولا ضعفها ولا ضعفها، هو ربما يتراوح بين الرقم 10 أو 15%، وده بالتفاؤل الشديد. وده في مشكلة بالنسبة لودائع الطبقة الوسطى اللي هي الجزء الأعظم منها مودع بالجنيه المصري، اللي فقدت جزء ضخم من قدرتها الشرائية. وده في الحقيقة الطبقة الوسطى تعرضت لنهب وانتهاك حقيقي، بدءا من ما تعرضت له على يد شركات توظيف الأموال، ما تعرضت له ثانيا على يد جهاز المدعي العام وهو يرد هذه الأموال، اللي هو كان يعني في عملية الرد كان في عملية نهب أيضا لهذه الطبقة الوسطى أسوأ مما حدث ربما قبل ذلك. أيضا البورصة المصرية حصل فيها يعني أعمال تحايل، وهذا الأمر اللي هو فكرة تآكل قيمة مدخراتها في الجهاز المصرفي اللي تقارب حوالي 180 مليار جنيه.
180 مليار جنيه. الناس بقى ذلك ليه الديون الخارجيه في الحقيقه في مصر حتى الان في حدود امنه، لكن المشكله في انها بدات تتزايد بمعدلات سريعه، يعني هي كانت وصلت ل 26.5 مليار دولار في يونيو 2001. ده كانت ادنى نقطه ليها، وبعدين بدات في الارتفاع مره اخرى، وصلت اخيرا الى حوالي 29.2 مليار دولار. دولار هي دولار الدين الخارجيه للدولار، فهي بالتالي بتتحرك في اتجاه ممكن ان يبقى بالفعل خطر من الصعب السيطره عليه. ناتي اخيرا لما يسمى بازمه النمو السكاني باعتباره هو المشكله الاقتصاديه. هذه في الحقيقه يعني أزمة كبيرة. ماليزيا وهي تملك واحد من أسرع اقتصادات العالم نموا، معدل النمو السكاني فيها أكبر من مصر. يعني هي نمت مش من مثلا نقول السنتين الأخيرين، من الستينات، من سنة 60 معدل النمو من 65 لحد سنة 1990 السكان نموا فيها بمقدار 120%، مصر 102%، هي أكثر. في الفترة الأخيرة اللي هي من 90 لحد سنة 2002 مصر 25%، ماليزيا 34%. إذن هي أعلى مني في القديم وفي الجديد، ورغم ذلك معدل النمو الاقتصادي عندها أعلى بكثير. القضية هي أن تبقى في إدارة اقتصادية قادرة على توظيف هذا العنصر السكاني، السكان اللي هم بينتج عنهم قوة العمل، اللي هي واحد من أهم عنصر الإنتاج، لأن هو اللي بيمزج بين كل عناصر الإنتاج الأخرى. لكن هذا العنصر الإنتاجي إذا لم يتم تشغيله بيتحول إلى عبء وعالة وإلى ضغط سياسي وضغط اقتصادي، ويتحول لأزمة، ولأن هو السبب في كل الكوارث. هو مش السبب، هو السبب في العجز عن تشغيل هذا العنصر، وليس هذا العنصر في حد ذاته. في الحقيقة الاقتصاد المصري عنده إمكانيات حقيقية لأن هو يتطور وينمو، ولكن أعتقد أن الأمر يحتاج لتغيير في السياسات وأيضا تغيير في الإدارة الاقتصادية، لأن في الحقيقة الإدارة الاقتصادية الحالية من لحظة نجاته هو في تدهور في المؤشرات الرئيسية المعبرة عن أداء الاقتصاد المصري، وبالتالي يعني هيبقى نوع من الخداع الذاتي إن أنا أتصور أن هي بالفعل ممكن أن تقوم بإخراج هذا الاقتصاد من أزمته، أو أنها تحقق اختراق أو تطور اقتصادي جوهري بالنسبة لمصر في الفترة القادمة. شكرا. نشكر الأستاذ الدكتور أحمد السيد النجار على هذه المعلومات القيمة وعلى هذه المحاضرة الجيدة وعلى هذا الغوص بنا في الأزمة الرهيبة، أزمة البيانات الكاذبة وأزمة الثقل بين الحكومة والشعب. لقد نجح الدكتور أحمد أن يغوص في أحشاء هذه الأنظمة أو النظم السياسية الموجودة، ويكشف لنا عورات هذه السياسات، ويكشف لنا إلى أي مدى يعني هناك تزييف، وتوقف بنا أمام عدة محطات.